أنا نهى، بقالي 5 سنين متجوزة من إيهاب. إيهاب كان بالنسبة لكل سكان العمارة هو الملاك اللي ماشي على الأرض. كان دايما يحل مشاكل الجيران، بيساعد الستات الكبار في شيل الطلبات، وكان شاطر جدا في تصليح الراوتر والإنترنت لأي حد في العمارة من غير ما ياخد مليم. كنت بفتخر بيه قدام الكل وبقول يا بختي بجوزي الشهم، لحد ما جه اليوم اللي الستر فيه اترفع عن كل اللي بيعمله. إيهاب مسي اللابتوب بتاعه مفتوح في الصالة وهو نازل الصيدلية بسرعة، والجهاز كان مهنج على صفحة غريبة بلغة مش مفهومة. حاولت أقفلها بس فجأة شفت صور بنات وستات من جيراننا في العمارة، صور ليهم وهم في بيوتهم، في أوض نومهم، وحتى وهم بيغيروا هدومهم. قلبي بدأ يضرب في وداني من الرعب، وبدأت أدور في الملفات. لقيت فولدر باسم كل شقة في العمارة، وجواه فيديوهات متصورة بزوايا احترافية جدا. اكتشفت إن إيهاب وهو بيصلح لهم الإنترنت والراوتر كان بيزرع برامج تجسس على موبايلاتهم وكمبيوتراتهم، وكمان كان مركب كاميرات مجهرية في قطع الديكور اللي كان بيديها لهم هدايا في المناسبات. والأبشع من كده لقيت شات بينه وبين ناس بره مصر كان بيبيع ليهم بث مباشر لبيوت جيراننا بالدولار، وكان بيستغل الأسرار دي عشان يبتز البنات اللي عارف يوصل لهم لصورهم الخاصة ويطلب منهم مبالغ ضخمة عشان ما يفضحهمش. كنت بصة للشاشة ومش مصدقة إن الشهم اللي الكل بيحلف بأدبه هو وحش بيتاجر في شرف الناس. في اللحظة دي سمعت صوت المفتاح في الباب. إيهاب رجع، دخل الصالة وشافني واقفة قدام اللابتوب. وشه اتحول في ثانية من الوش الملاك لوش شيطان حقيقي. قفل الباب بالمفتاح وقرب مني ببرود وقال: كنت أتمنى تفضلي غبية يا نهى، بس دلوقتي انتي بقيتي ملف من ضمن الملفات اللي عندي، وهتنفذي كل اللي هقولك عليه، وإلا صورك انتي كمان هتكون ترند النهاردة. إيهاب ما كانش يعرف إني قبل ما يدخل ب3 دقايق كنت عملت سكرين شوت لكل المحادثات وفيديوهات التجسس وبعتها لجروب واتساب العمارة اللي فيه كل الرجالة والستات، وكمان لصفحة مباحث الإنترنت. وفجأة سمعنا صوت خبط رعد على الباب وصريخ الجيران اللي عرفوا الحقيقة. الجيران كسروا الباب قبل ما إيهاب يلمسني، والشرطة كانت وراهم فوراً. إيهاب اتقبض عليه وهو بيحاول يكسر اللابتوب، واتضح إنه كان بيدير شبكة تجسس دولية من قلب شقتنا. أنا طلبت الطلاق وخرجت من البيت ده وأنا مكسوفة أبص في وش الجيران، بس هم شكروني إني أنقذت بناتهم من كابوس كان هيدمرهم. وعرفت إن الخدمات المجانية والوشوش اللي بزيادة مؤدبة ساعات بتكون هي الغلاف لأقذر النفوس. دي كانت حدوتة النهاردة. أشوفكم في حدوتة جديدة، وسلام.